مرحبا بكم وطابت أوقاتكم. هل تعلم ماذا يعني ترشح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم لسنة 2030؟ شنو يستفاد المغرب والمغاربة؟ يعني مجرد الترشح فهو ربح أولي وكبير للمملكة المغربية، سواء إعلاميا أو اقتصاديا. يعني دولة في الاتحاد الأوروبي إسبانيا والبرتغال كيثيقوا في القدرة المغرب على التنظيم، ورسالة كذلك إلى العالم بأنك نظام مستقر وموثوق فيه، بلد آمن وقادر على الوفاء بالتزاماته. هذا كذلك تشجيع كبير للمستثمرين حتى وفي مرحلة الترشح. وكذلك الخريطة المغرب الصحيحة والكاملة سوف تجوب العالم وبمعيتها خريطة البرتغال وإسبانيا، واللي ينشروها في الإعلام ديالهم وفي حملاتهم الإعلامية للترويج لاحتضان كأس العالم لسنة 2030. كذلك فهو ربح كبير سياسيا للمملكة المغربية. أما في حالة الفوز بالتنظيم إن شاء الله تعالى، ولحد الساعة كما هو معلوم حظوظ المغرب جد وافرة إلى جانب إسبانيا والبرتغال من أجل الفوز باحتضان كأس العالم لسنة 2030، واللي طبعا كما هو معلوم غتكون منافسة قوية مع الملف الرباعي اللي غيكون في أمريكا اللاتينية بين الأوروغواي والباراغواي والأرجنتين وتشيلي. فبالإضافة إلى كل ما سبق يعني واللي تكلمنا عليه كامل، سوف تتهاتف الشركات على المشاريع التي تنوي الدولة المغربية إطلاقها. يعني يجوا مستثمرين من كل دول العالم ويتهاتفوا على المشاريع بالمغرب، ويستفاد المغرب والمغاربة من تجديد وإنشاء البنية التحتية. يعني غتكون بنية تحتية عصرية، وغتبان آلاف ديال الفرص ديال الشغل، وغتضاعف كذلك الأرقام السياحية في المغرب. وكذلك ما ننسوش مداخل العملة الصعبة وقفزة نوعية للاقتصاد المغربي. ويذكر أن إسبانيا أنقذها مونديال سنة 1982 وجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياحيا وغير ذلك. وتعتبر البلدان ثلاثة المغرب وإسبانيا والبرتغال من بين أهم البلدان السياحية في العالم. والبلدان ثلاثة استقبلت سنة 2022 حوالي 108 ملايين سائح. إسبانيا لوحدها استقبلت 71 مليون سائح، واللي كتعتبر كذلك من الدول الأوائل في العالم من الناحية السياحية. البرتغال استقبلت حوالي 26 مليون سائح رغم أنه بلد صغير جغرافيا. وهذا الرقم هذا يعني مقارنة مع الجغرافيا اللي كتمتلكها البرتغال فهو رقم جد مهول. المغرب استقبل حوالي 11 مليون سائح، والبلد رقم 1 في شمال إفريقيا من الناحية السياحية، واللي تعتبر من الدول الأولى كذلك عربيا وإفريقيا من الناحية السياحية.